السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنحل الغاز. مستوى صعوبة الالغاز دي يعني عالي شوية، فتعال نبدأ على طول باول لغز معانا. دلوقتي الدور على الاسود وعايزين افضل نقلة. لو جينا شفنا قبل نقلة الابيض هنلاقي نقلة الابيض كانت ان الفيل راح في الدي 5، اكل العسكري اللي في الدي 5، ودلوقتي الدور على الاسود. لو جينا شفنا القطع هنلاقي 5 قطع مقابل 5. لو جينا حلينا القطع للاسود هنلاقي ان في الرخين على فايلين مفتوحين. هنلاقي ان الفيل الابيض حامل المربع ده اللي هو الاف 7، اللي ضاغط عليه الابيض الفيل اللي في الدي 5. وعندي الوزير الابيض برضو طبعا بيهاجم على جناح الملك، والفيل الابيض بيهاجم على جناح الملك. لو جينا مثلا فكرنا في نقله للاسود هنلاقي مثلا ممكن في نقله زي الفيل في البي 4، عاوز مثلا يهدد الرخ، ولكن برضو المقابل الابيض ممكن يجي ياكل الرخ بتاعي عادي جدا ويخلص من التهديد. برضو في هنا الوزير ممكن يهدد العسكري اللي في الاي 5، بس برضو في هنا حماية من الرخ. ولكن انا لو بعدت الرخ عن حماية البيدق ممكن الوزير ياكل بيدق عادي جدا. ممكن ابعد الرخ ازاي؟ ان انا اخد الرخ اللي في الاي 1، وبعد كده الوزير يروح على الاي 5. تعال نشوف. تمام، اخدنا الرخ، ممكن وزير يجي على الاي 5 مهدد في نفس الوقت الفيل اللي في الدي 5 والرخ اللي في الاي 1. اكلت بالوزير، فهو جاب الوزير بتاعه في الاف 5 مهدد الفيل اللي في الاتش 5، ومهدد الرخ كمان اللي في السي 8. طبعا انا قدامي دلوقتي ان انا اخد الرخ اللي في الاي 1 كده كش ملك. كده المفروض ان الاسود احسن. ولكن تعال نشوف النقله اللي قبل دي على طول. ايه اللي ممكن متاح للابيض؟ ممكن مثلا ان هو يغطي بيه الفيل، بعد كده اقدر اكل الفيل اللي في الدي 5. في عنده النقله دي نجيب الوزير مثلا في الاي 4 يحمي الفيل ويحمي في نفس الوقت الرخ. طبعا في نقله الفيل في الجي 7 اسف الجي 6 بيهدد الوزير، وفي وقتها مش هيلاقي مجال تاني ان هو يحمي القطع، فممكن يقول كش ملك هياكل بالرخ، ارجع بالفيل، ويبقى كده معايا وزير وفيل ابيض. يبقى كده برضو مكسب للاسود. تعال نجرب كده لو لعب الوزير فيل. ممكن ايه ايه هي النقلات المتاحة بالنسبة للابيض دلوقتي؟ لو عاوز يتخلى عن حماية الفيل ويرجع، الوزير بتاعي هياكل الفيل. لو عايز يتخلى عن حماية الرخ ويحمي الفيل هياكل انا بكش. فما عندوش دلوقتي حاجة غير ان هو يقول كش ملك اكل، هياكل وارجع بالفيل احمي الملك. تمام، تعال نشوف تاني لغز معانا. في اللغز ده الدور على الاسود، عايزين افضل نقله. طبعا الابيض دلوقتي كان بيت. لو جينا شفنا التهديدات هنلاقي مثلا في الاسود اللي هو الاف 5 بيهدد مثلا الدي 3. طيب ما هو محمي من الرخ. عندي برضو عندي الوزير في البي 7، ممكن اهدد بالرخ برضو، فممكن مثلا يهرب هنا. عندي مثلا النقله بتاعت الفيل في الاف 4 كش ملك، فهي نقلة الفيل افضل نقلة. انا لو جيت قلت كش ملك هيكون وزير بتاعي مهدد مربع الاي 6، اللي المفروض ان الوزير بعد كده الابيض هيهرب منه. لو جيت انا بالرخ في البي 8 عايز منه الوزير، فطبعا الوزير هيجي على السي 6 مش هينفع لان في حصان. في الاي 6 مش هينفع بعد نقلة الفيل، هيكون الوزير هو اللي موجود. في الدي 5 ما ينفعش عشان الحصان، ولا في الاي 4 كمان لان الفيل موجود، وكده الوزير بتاعه اتحبس، حتى مش هيقدر ياكل لان الفيل موجود وحامي العسكري اللي في سي 7. ما عندوش طبعا غير بعد كده ان هو ياكل رخ من الرخين، او ان هو يرجع يكسر فيل في فيل. طيب تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك هيتحرك، بعد كده فعلا الوزير بقى متاح في الرانك ده او في الصف ده، والحصان طبعا مهدد المربعين دول، والعسكري في سي 7 محمي بالفيل، ومفيش غير الرخ في البي 8 بيهدد الوزير. فمش فاضل للوزير غير ان هو ياكل رخ من الرخين، او ان هو يرجع يكسر فيل في فيل. فتعالى كده هات الوزير. رجع فعلا، هو ملوش طبعا هنا في الوزير موجود. طبعا الفايل ده كله مقفول. هنا حصان. طبعا الوزير ملوش مكان في العساكر دي لان الرخين والفيل موجودين. فهنا بيطلب طبعا نكسر. لو كملنا بالانجن افضل نقله طبعا ان هو هياكل. طبعا الانجن جايب بعد كده مكسب 6 للاسود. بعد كده ممكن اطلع انا بال A5 او C6 او بيشوف في الدي 6. فمثلا لو طلعت في ال A5
هو حب ياكل مثلا الرخ، هياكل برضو تفوق 7 للاسود. تمام، تعال نشوف اللغز اللي بعد كده. تمام، في اللغز ده طبعا عاوزين افضل نقل للاسود. لو جينا حللنا القطع هنلاقي الرخ مهددة في الاي 1، كش ملك مات، ولكن في رخ هتاكل، بعد كده مش هستفيد حاجة. عندي بعد كده عندي مثلا حل فيل مثلا او كش ملك، وفي نفس الوقت مهدد الوزير، ولكن هو هياكل، هياكل بالرخ، هياكلني بالرخ. حتى لو قلت له تشيك هيبقى رخ وفيل قصاد رخ وفيل. ولكن في حل تاني، ان انا ممكن اكل بالرخ بكش هياكلني بالفيل. وبعد كده عندي حلين، ممكن اجي بعد كده ان انا اهدد الفيل ده، او ممكن اقول كش ولكن هو هينزل مهدد الرخ، وعنده برضو ان انا لو متحركتش بالرخ طبعا هياكل، وعنده هو هنا كش مات، مهدد بكش مات لو انا متحركتش بالرخ. طيب انا لو جيت حتى هنا بالرخ هيرجع بالفيل، طبعا الفيل الابيض هيكون هنا، هيجي يقف هنا هيمنع ان انا لو عايز اقول كش يعني كش مات من هنا. بس تقريبا افضل نقلة لو انا اكلت الرخ واكلني، وجيت اكلت او جيت وقفت بالرخ في الدي 8 مهدد الفيل، ومهدد هنا كمان بكش. اظن هيبقى افضل نقلة. كلت وجيت بحاول يهدد. هو كده اللغز تمام، انتهى. تعال نشوف. مكسب 5 للاسود. بعد الكش دي انزل. تمام، هو بيقول لي بعد كده اجيب الفيل هنا علشان يمنع طبعا الكش دي، انزل بالطبيعة عادي في حماية الفيل. او اديله كش برضو في كذا، يعني كذا نقلة، او اديله كش من هنا. ففي كذا نقلة كويسين برضو في طبعا بيديني كش، ارجع انزل اكمل بالطبيعة عادي. بس مديني مكسب 5 للاسود. طيب تمام، احنا كده خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله. مع السلامة.